لو معلوماتك عن الجبن المعفنة بتنحصر على الجبنة الريكفورد، فأحب أقول لك لأ، مفيش الكلام ده. تعال أعرفك بقى على اللي أعفن منها ويمكن أخطر كمان. جبنة الكازومارزو دخلت موسوعة جينيس كأخطر جبنة في العالم، تم حظرها دوليا واللي بيتقفش بيها بيدفع غرامة، وفي 2019 اتباع منها 100 طن ب 3 مليون يورو. وتعال أقول لك على حكايتها. من سنين كتير قوي في إيطاليا وبالتحديد في جزيرة سردينيا، سكان الجزيرة قرروا يعملوا من لبن الخرفان جبنة، وده شيء عادي. لكن اللي مش عادي الطريقة اللي بيعملوا بيها الجبنة. بيسيبوا الجبنة في الشمس وبيسيبوا نوع معين كده من الدبان يتلم عليها، والدبان ده بيدور على الفتحات اللي بتبقى موجودة في الجبنة علشان يبيض فيها. ومع العلم الدبانة الواحدة بتبيض تقريبا 500 بيضة، وطبعا البيض بيفقس جوه الجبنة وبتخرج اليرقات او احنا هنسميها الديدان، والديدان هنا تبتدي تتغذى على الجبنة، فبتهضم الجبنة وتحولها من جبنة ناشفة لجبنة كريمي. وبعد ما الديدان تاكل وتشبع، يجي الدور على الإنسان رغيف عيش وياكلها بالديدان اللي فيه.